الOBL one point lesson درس النقطة الواحدة، يعني حضرتك بتتعلم نقطة واحدة بس وبتركز عليها جدًا في أقل من 5 دقايق. الOBL بكل بساطة بيكون حوالي 3 أنواع، إما إن حضرتك بتعمل OBL تحسيني، يعني مثلًا أنا عندي شوية إجراءات للشغل أو تعليمات تشغيل الناس شغالة بيها، وإحنا عدلنا الإجراءات دي، عملنا شوية تحسينات، وفّرنا في الزمن، كلام من هذا القبيل، فغيّرنا إجراءات الشغل، فبنعمل OBL للناس اللي شغالة معانا عشان نعرّفهم الوضع الجديد أو الإجراءات الجديدة عاملة إزاي. الOBL برضه ممكن أستخدمه في حل مشكلات، أو ممكن يكون عندي مشكلةٍ ما الناس بتغلط كتير في الشغل، بتعمل حاجة معيّنة غلط، فباقول لهم إيه الحاجة الصح وإيه الحاجة الغلط اللي المفروض ما يعملوهاش. الOBL برضه ممكن يبقى تعليمي، ممكن مثلًا أكون باعلّمه إزاي يستخدم tool، ممكن أكون باعلّمه إزاي يستخدم machine معيّنة، بس خُد بالك افتكر إن ده كلّه لازم يكون في أقل من 5 دقايق. يعني لو مثلًا المُعدة دي حضرتك هتعلّمها لي في ساعتين أو هتعلّمني شغلها في ساعتين، فحضرتك بتقسّم لي ده على كذا OBL. الOBL هيساعدك تغيّر ثقافة الناس اللي شغالين معاك. الOBL بكل بساطة ممكن يفرق جدًا ويكون حل جذري للأخطاء اللي بتُقع مثلًا من الفنيين الجدد اللي شغالين معاك. أي فني جديد بيدخل حضرتك لازم تكون مجهّز له زي standard كده أو مجموعة من الOBLات اللي هياخدها من خلال المشرف بتاعه. طيب الOBL كذلك فيه ميزة مهمة جدًا، إن الOBL زي ما اتفقنا هو في أقل من 5 دقايق، يعني معنى كده إن أنا بدل ما هاجمّع الفنيين أو هاجمّع المشرفين وأقعد مثلًا ساعتين أدّيهم محاضرة، وده إحنا عارفين كلّنا إنه عمليًا في شغل الإنتاج مستحيل. مستحيل مثلًا مدير مصنع، مستحيل صاحب شغل يسيب حضرتك تقعد تدّي محاضرة للفنيين ساعتين وتعطّل الإنتاج. فبكل بساطة الOBL لو كل يوم الفني خد OBL واحد بس 5 دقايق على مدار مدة طويلة جدًا، بنخلق ما يسمى بالlearning culture، بنخلق team، الteam ده أصلًا ثقافة التعلُّم موجودة جوّاه. طيب تاني ميزة عندنا في الOBL بكل بساطة إن الOBL مش شرط حضرتك اللي تدّيه، أنا ممكن أدّي للمشرف OBL في حاجة إدارية، وممكن المشرف يدّي في الحاجات اللي هي الtechnical اللي هو خبير فيها OBLات كتير جدًا للفنيين، وممكن أنا أعلّم المشرف الOBL والمشرف يدّي للفني الOBL والفني ده يدّي لزميله OBL وهكذا. وبالتالي حضرتك بتشجّع إن مش بس الناس تبقى بتتعلّم، الناس بتتعلّم وبتعلّم، باختصار بتخلق team من الteachers أو team من الناس المعلّمين. وده وإحنا كلنا عارفين إن أحسن طريقة عشان أتعلم بيها أي معلومة أو أي حاجة في الدنيا هو إن أنا أعلمها للناس. خلّيني أختم وأقول لك إن الOBL مش مجرد برضه محاضرة أو session باقعد أدّيها للناس، الOBL ممكن تبقى visual tool. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أعمل template والtemplate دي أعمل فيها كذا OBL، طبعًا بندّيه للناس عادي جدًا شفهيًا، وبنورّيهم الحاجات دي على الورق اللي إحنا طابعينه أو على الموبايل أو أيًا كان، وبنعلّقها كمان في أرض المصنع علشان الناس ترجع لها طول الوقت وتبقى قدّام عينيهم طول الوقت بشكل ما أو بآخر. طيب يبقى إذًا حضرتك هتبدأ تجمّع المشاكل اللي بتحصل معاك يوميًا في الشغل من خلال الفنيين أو المشرفين، وتبدأ توجّه الناس إن هي تعمل لها OBL. حضرتك هتبدأ تشوف التحسينات اللي عملتها والحاجات اللي أنت عدّلتها في الprocess ولسه الناس مش مستوعباها، وتمهِّد لها أو تحاول تخلّيهم يستوعبوها من خلال الOBL. حضرتك هتبدأ تشوف محتوى تعليمي دوري بتقدّمه للمشرفين بيساعدهم في تطوير مهاراتهم الإدارية برضه من خلال الOBL. OBL إحنا عاملين لحضرتك في أركيد OBL podcast، هدفه بكل بساطة إن حضرتك تتعلم كل أسبوع مهارة جديدة أو حاجة جديدة وتطبّقها في شغلك وتدّينا عنها feedback. شكرًا.